بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حطوط على الطاوله. رجعنا لكم بحلقه جديده من السلسله اللي يعني بنحلل بيها ابرز الانديه زي ما بدأنا في بدايه الموسم، مره مع ارسنال ومره مع مانشستر سيتي ومره مع مانشستر يونايتد. كلامنا النهارده هيكون عن يعني بعد الديربي بالذات بتاع مدريد اتلتيكو والريال، اللي اتلتيكو قدر يكسب فيه 3-1 يعني واستغل ريال مدريد. فكلامنا النهارده هيكون يعني عن تحليل شويه للي ريال مدريد حصل معاه اخر فتره او من بدايه الموسم خلينا نقول. بس يعني قبل ما نبدا، ما تشارك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار اللايك. بدايه كلامنا هيكون على ريال مدريد كلنا عارفين، ما حدش يقدر يختلف على ريال مدريد ككيان باللعيبه اللي مرت عليه وتاريخه وكده. ان النادي دوت ما فيش جيل، او مش هقول لك ما فيش جيل، ما فيش سنه عدت على ريال مدريد ما عندهاش لعيبه تخليها اقوى نادي في العالم يعني. لا اقوى يعني، مش من الاقوى، لا هي الاقوى. نيجي كلامنا السنه دي، كلنا عارفين ان انشيلوتي مش من يعني انشيلوتي بيشتغل باللي موجود معاه، اللي تحت ايده بيشتغل بيه، مش من النوع اللي انا عايز كذا وعايز كذا، هو اللي معاه بيشتغل بيه. عشان كده دايما تلاحظ في سوق الانتقالات بيريز عايز امبابي، مدريد محدش يقول لك مثلا انشيلوتي بيطلب بمهاجم، انشيلوتي ما بيتكلمش. دل على كده ان بدايه رحلته فترته الثانيه مع ريال مدريد كان فاران وراموس طلع وهو ما قالش حاجه، الابا جه خلاص يلا انا راضي بالابا، مع ان الابا مش المدافع اللي هو الابا. تاريخه مع ريال مدريد رفعته الكرسي المعروفه بتاع دوري ابطال اوروبا لما كان بيرفع الكرسي وكده ويحتفل مع الجماهير. نيجي بقى ده كلامنا على ريال مدريد ككيان. فانت لما يبقى معاك تشكيله هي الاب يعني كعناصر اساسيه، معاك فينيسيوس جناح شمال هو يعتبر الابرز في العالم، معاك بلينجهام، معاك توني كروس، معاك مودريتش، معاك فالفيردي، معاك كامافينجا، معاك تشاوميني، معاك يعني ككتله وكعمق في التشكيله يعتبر احسن نص في الملعب في العالم. انت عايز ايه اكتر من كده؟ تتكلم معاك انت ما عندكش مهاجم، فانت بتضطر تلعب بلينجهام المحور بتلعبه مهاجم، مع ان بلينجهام اللي عمله مع ريال مدريد لو كان بيلعب نص ملعب صريح كان ممكن والله اعلم عمل اكتر من كده اصلا. ومعاك رودريجو الناحيه الثانيه، وانت رجعت اصلا ابراهيم دياز من الاعاره من ميلان بعد ما كان في عز تالقه، وبرضه انت ما لعبتش بيه فما الدعم، والواد بيلعب بيغربل لك الدنيا ولعب كويس، ومشيت كوبو وعايز ترجع كوبو. فانت عندك فريق، انت ماشي مشكلتك لما الحارس اتصاب رجعت جبت كيبا بيعمل اللي عليه، انا شايف ان هو بيعمل اللي عليه. اما بقى لو يعني انت بتتكلم عن الدفاع، انت عندك كارفخال معدي 30 سنه، كارفخال بيلعب 4 ماتشات وبتسمع ان هو اتصاب من غير ما حد يكسره، هو بس بسبب اللي هو الجهد الزياده اللي عليه. ما عندكش بقى بديل ليه، المشكله في كده. بتمشي رودريازولا انت ما عندكش بديل لكارفخال، عايش على اللي انت عايز تجيب ريس جيمس، عايش على اللي انت عايز تجيب اشرف حكيمي، والله اعلم هيجوا ولا لا. عندك بديل ليه لوكاس فاسكيز، وانا كواحد من الناس انا عايز افهم ايه سر حب المدربين في لوكاس فاسكيز، معاه واسطه. هو لوكاس فاسكيز موجود في ريال مدريد تحس ان هو ابن النادي بقى زياده عن اللزوم مش عارف ايه. فانت بتتكلم الباك اليمين عندك مضروب، هتيجي للمساكين، انت كون ان ميليتاو ضاع، كانت ثنائيه ميليتاو وروديجير دي ثنائيه عالميه كلنا عارفين الموسم اللي فات. فموضوع الابا كمدافع انا مش حاسه الصراحه، يعني انا مش مقتنع بالموضوع ده. فانت خلاص ما عندكش ميليتاو، عندك روديجير مش عارف يحارب لوحده، مش روديجير اللي واخدين عليه مختفي اصلا. فمعاه لابا مش ساعده، معاه ناتشو، يعني ناتشو بينزل اللعيب كوره عادي تقليدي اللي هو هيسددك فراغ لا اكتر ولا اقل. الباك الشمال فران جارسيا بوتنشال، بس انا مش شايف ان ده الباك الشمال اللي تعافر بيه وسط الانديه واللعيبه اللي في الانديه مش شايف ان ده اللي تعافر بيه الصراحه. فانت خط الدفاع كله عندك اصلا بقى كده مضروب، يعني اصلا لو كان كورتوا اتصاب وانت ما عرفتش تجيب حارس، انت بدفاعك دوت كان يبهدلك لو لعبت درجه ثانيه اصلا. نص الملعب معلوش كلام، انت عندك احسن، انا شايف كعمق في التشكيله احسن نص ملعب في العالم. انت عندك مودريتش وكروس اساطير، عندك معاهم شباب كامافينجا، ومعاهم مين، ومعاهم كامافينجا وبلينجهام، عندك لعيبه عدت مرحله الشباب بشويه، فالفيردي وتشاوميني. فانت عندك 6 لعيبه، 2 خبره واثنين شباب واثنين يعتبر ناشئين. انت متخيل لعيبه 2003 واثنين لعيبه عندهم 22 25 سنه واثنين اساطير مودريتش وكروز. فانت عندك كل حاجه، انت مش عايز حاجه تاني. الهجوم انا شايف كده، انت الوينجين ما عندكش فيهم مشاكل، انت اللي عامل لنفسك مشاكل، انت اللي ما بتلعبش ابراهيم دياز، انت اللي مشيت كوبو، وشوف كوبو عمل الموسم ده ايه، وشوف كوبو عمل فيك ايه اصلا يوم ماتش ريال سوسيداد. الناحيه الثانيه عندك فينيسيوس جونيور اتصاب، انت خلاص انت بقاش عندك حد، هتلاعب مين؟ انت لغيت خطه ال 4-3-3 عشان فينيسيوس مش موجود. هتيجي في الهجوم خوسيلو، وقت ما بتبقى محتاجه ما تلعبوش، يعني انت كنت محتاج اصلا خوسيلو في ماتش اتلتيكو مدريد كان هو اللي هيحل لك المشكله، ما لعبتش خوسيلو. فما هو بقى ده كده خلصنا عن اللعيبه. بريز مش مؤثر بحاجه، بريز بيجيب ماشي للمدرب لعيبه، بس بيجيب للمدرب احسن لعيبه، يعني هو انت عايز ايه اكتر من اللعيبه دي؟ هنيجي بقى كلامنا عن انشيلوتي معاه هويه ريال مدريد رايح، ما فيش هويه لريال مدريد، بانشيلوتي وجوده في النادي بيحط التشكيله. عشان كده بقى كلام على تشابي الونسو، انا ما عنديش مانع اي مدرب يجي ريال مدريد، بس يكون مدرب عنده رؤيه، مدرب عنده
رسم تكتيكي في الملعب، لكن اللي انشيلوتي بيعمله ده مش رسم تكتيكي ولا رسم في مدرسه حتى. هو انشيلوتي ما بيعملش، ما بيعرفش يرسم. انشيلوتي بيحط اللعيبه في الملعب وتوكله. انت شفت انشيلوتي في ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد كان بيتفرج، هو كان واحد متفرج بس بيحضر الماتش ببلاش بقى من ارض الملعب وبياخد فلوس. فانشيلوتي مش يعني، انا واحد من الناس حاسس ان موسم ريال مدريد انتهى، فاهمني؟ فانشيلوتي انا مش حاسس اللي هو هيعمله دوت في باقي الماتشات. مش شايف ان الموضوع مباشر يعني. برشلونه خلاص يعني عدت ريال مدريد شويه في حته اللي هو ايه، اصل انا مرشح، اصل انا اللعيبه اللي عملتها وتشافي في الاول وفي الاخر عنده رسم تكتيكي شويه. فانت بتتكلم ان اي نادي سهل يضرب ريال مدريد دلوقتي. انت بتتكلم اتلتيكو فاز الثلاثه ماشي، كان في تحكيم بس كسبوا 3 اجوان عرضيات، وجريزمان اصلا جاب عرضيه من روديجر والابا طبعا صفر تغطيه عكسيه. فانت بتتكلم في حاجات، انا واحد من الناس ما بقتش مقتنع بقى بالموضوع ده خلاص، يا بح معايا. ريال مدريد عندها لعيبه وعندها دك، هو بس مشكلتنا في الدفاع وفي مهاجم ماشي، خطين مهمين جدا، بس انت معاك اللي يعوضهم، والدليل على كده السنه اللي فاتت. فده كان كلامنا اللي هو النبذه البسيطه شويه عن اللي حصل مع ريال مدريد من حيث الدفاع والهجوم والنص والحراسه، وموضوع المدرب، موضوع الرئيس، وموضوع انشغال اصلا بيريز بالملعب. فمش عارفين برضه، اكتب لنا رايك في الكومنتات. انت شايف ان كل المشاكل والورق المتبعتر دوت، هل حد يقدر؟ مفيش طبعا غير انشيلوتي اللي يقدر يحله، مع مين المسؤول عن الحاجات دي؟ هل شايف ان هو يقدر يتحل، ولا انت من جواك حاسس ان خلاص موسم ريال مدريد انتهى لحد السنه الجايه بقى ما يدعموا بمهاجم وكم واحد في خط الدفاع بدل موضوع الملعب اللي واكل عقل بيريز ده وبمدرب جديد؟ ولا انت حاسس ان خلاص ده جيل هيتلخبط شويه؟ برضه اكتب لنا في الكومنتات عشان نكون عارفين، وبرضه اكتب لنا في الكومنتات عايزنا نتكلم عن ايه الحلقه الجايه.